اهلا بيك يا حاج عبد الغفور في اولى حلقات البودكاست بتاعي اديها شاي. اهلا بيك يا فهيم افندي. اهلا بيك يا محفوظ بيه. اهلا يا سيدي. عاوزين نقول لجمهورنا ازاي الحاج عبد الغفور نجح في حياته. بص يا فهيم، على رأي المثل اللي بيقول حب ما تعمل علشان تعمل ما تحب، وانا راجل بنيت نفسي من تحت الصفر. جامد. بس اهم نصيحة بقى انصح بيها الشباب اللي عايزة تنجح: استحمى بمية ساقعة. تاني نصيحة: اصحى الساعة 6 الصبح وانزل اجري. يجري فين يا حاج؟ على اكل عيشه. ما تركز معايا يا فهيم افندي. حاضر يا حاج، نديها تركيز. تعرف يا فهيم، انا جوز عمتي لما مات ما روحتش دفنته وما روحتش العزا اصلا. وما رحتش ليه يا حاج؟ لا، دي ألف به نجاح يا فهيم افندي. عايز تنجح ما تروحش عزا جوز عمتك، معروفة. الله عليك يا حاج. هو ايه الله عليك يا حاج؟ انت هتعمل زيه لما كان شغال صبي عند ابويا الحاج سردينه. ازاي يعني يا محفوظ بيه؟ مفيش. عبد الغفور اول ما وصل الوكاله قعد يطبق للحاج سردينه، وكل شويه الله يا حاج على كلامك، وش اظبط لك حجر الشيشه يا حاج، ايش اجيب لك طبق كشري من عند فاطمه كشري يا حاج، لحد ما الحاج سردينه اداله اسرار الشغل كله في عبه، واداله خبره السنين في حلقتين ثلاثه. معقول الكلام ده؟ هل كنت فعلا بتطبل الحاج سردينة يا حاج عبد الغفور؟ ما حصلش. الحاج سردينة افضله عليا ما انكرهاش، وهو اللي علمني اصول الشغلانه. بس انا كنت بحبه بصحيح، وكل اللي كنت بعمله معاه ده كان حب مش تطبيل. جامد. ما كل الطبالين بيقولوا كده يا عبد الغفور. لا محفوظ افندي بيه، انا عمري ما كنت طبال. عمرك ما كنت طبال؟ ايه ده؟ الحاج سردينه كان كل ما يطلع منه صوت كنت بتقول الله عليك يا حاج من غير حتى ما تفهم بيقول ايه. ده مره الحاج سردينه عمل بومبا قلت له الله عليك يا حاج. لا محفوظ بيه، بس دي ما كانتش اي بومبا، دي كانت حاجه معتبره. واو. وبعدين انت طول عمرك وصولي يا عبد الغفور. لا عمري ما كنت الكلمة اللي انت بتقولها دي. وعلى العموم نشاهد الناس بينا. فاكر لما كنت مزنوق في مزاد وجيت لي تطلب مني ان انا ادخل معاك واشاركك فيه، وقفت جنبك ولا لا؟ جامد. هو ايه اللي كل شويه جامد واو انت كمان؟ يا محفوظ بيه، هي شغلانة البودكاست كده، انت ما بتشوفش بودكاست ولا ايه؟ جامد. ماشي يا سيدي، مش هنكر انك وقفت معايا، بس انت برضه ليك حركات كده عجيبه يا جدع، مش عايز اتكلم بقى. ده انت تاريك شايل في كرشك ومعبي. بص يا محفوظ، انا بعمل بكل نصايح الاستاذ صلاح ابو المجد في شغلي. هي ما جابتش نتيجه، بس انا بعمل بيها. فلو شايف اني مش عاجبك في حاجه روح كلمه هو بقى، ما تجيش تكلمني انا. جامد. والله يا عبد الغفور انت كذاب وبطنك فاضيه، ومحتواك كله عباره عن ان ابنك مش عايز يشتغل معاك. اصلا لو ابنك اشتغل معاك مش هيبقى عندك محتوى اصلا. يسمع من بقك ربنا محفوظ يا ابو كرش. عارف لو الواد عبد الوهاب ابني اشتغل معايا كل حلقاتي هتخلص واستريح بقى من الوكاله وحواراتها. هو انت كده يا عبد الغفور ما نعرفش ناخد معاك حق ولا باطل؟ ما تحكي لنا يا حاج حكاية الصاروخ اللي هتشتريه من ايلون ماسك ده. مفيش. الولا ايلون ماسك ده كان عنده صاروخ انفجر في وشه قبل ما يطلع الفضاء. فانا لما عرفت منك وانت بتقرا لي الواشنطن بوست زي كل يوم الصبح، خليت الولا خضير يبعت له ايميل ويقول له اننا هنشتري منه الصاروخ، والمره خليته يعمل لي العلامه الزرقاء على تويتر. الله يرحم يا عبد الغفور لما ما كانش عندك حاجه زرقاء في حياتك غير جلابيتك المقطعه، وبعدين اسمه اكس دلوقتي. يو بقى، انا مش مكمل البودكاست ده. اقفل يا ابني. وانت يا محفوظ خد في كرشك بقى. خد. بلاش غباوه يا عبد الغفور، بلاش ضرب في الكرش. اوه ياه، جامد.